أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ويسألونك عن ذي القرنين. من السائلون الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين؟ يحتمل أن يكونوا كفار قريش، ويحتمل أن يكونوا اليهود، ويحتمل أن يكون كفار قريش أوعزوا إلى اليهود أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعكس كذلك محتمل، أن يكون اليهود هم الذين أرسلوا إلى كفار قريش فقالوا لهم سألوه عن ملك ملك البلاد، عن ذي القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين، يسألونك عن شأنه وحاله وخبره وأمره، لا يسألونك عن اسمه ونسبه وحسبه وهيئته، إنما يسألونك عن حاله وشأنه وخبره وأمره. ويسألونك عن ذي القرنين قل لهم يا نبينا، قل لهم يا نبينا. وهذا هو التقدير الواجب عند تقدير المحذوف الذي خطب بالخطاب. من الخطأ أن تقول قل يا محمد، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد أبدا، فمن الخطأ أن تقول قل يا محمد، بل تقول قل يا نبينا، قل لهم يا رسولنا. قل سأتلو أي سأقرأ عليكم منه أي من خبر ذي القرنين ذكرا أي قرآنا، لن أجيبكم بشيء من عندي، وإنما سأتلو عليكم منه ذكرا أي قرآنا أنزله الله علي وأوحاه إلي. فإذا كان الجواب من الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه أحسن الجواب، وإذا كان القول من الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه أصدق القول. وقد استفتح الله تبارك وتعالى القصة الأولى في السورة الكريمة، قصة أصحاب الكهف، بقوله نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فحين يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل سأتلو عليكم منه ذكرا، أي سأنبئكم عن أخباره بالقرآن الذي أوحاه الله تعالى إليه، فهو خبر صدق لا يقبل التكذيب ولا يقبل الشك أبدا. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ودائما نقول أن من هدي القرآن الكريم في القصص أنه لا يعنى بالأزمنة ولا بالأمكنة ولا بأسماء الأشخاص، كما لا يعنى بالأحداث والوقائع ولا يتتبعها تتبعا. فالقرآن ليس كتاب تاريخ، وإنما القرآن يقص علينا من القصص ما فيه الذكرى والعبرة والعظة. ولذلك قال قل سأتلو عليكم منه ذكرا، فإن ذكر الأزمنة والأمكنة وأسماء الأشخاص لا يترتب عليه كثير فائدة، والقرآن يريد بما يقص على الناس من أحسن القصص أن يأخذوا من هذا القصص الدروس والعبر والعظات والفوائد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في خاتمة سورة يوسف التي سماها أحسن القصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إذن من هو ذو القرنين؟ ما اسمه؟ ما نسبه؟ ما حسبه؟ ما الزمان الذي عاش فيه؟ أين عاش على وجه الأرض؟ كل هذه الأشياء سكت عنها ربنا سبحانه وتعالى ولم يخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم لقلة الفائدة المترتبة عليها. فلماذا لقب بذي القرنين؟ أيضا ذكر المفسرون في ذلك